أهلا بكم مشاهدينا الكرام. شاعر وأديب ابن جازان البار، اشتهر شعره بقوة المعنى وجزالة العبارة وانتقاء الصورة. ألف المسلسل الشهير السراج الذي يحكي عن الحياة والبيئة الجازانية قديما. صدر له عدة دواوين، منها دموع لا يمسحها الزمن، حنين وشجن، وغيرها. حياة الراحل حسين جبران. نتابع. ملك قد حاز مجدا فوق مجدي، ورث الأمجاد عن أب وجد، خادم البيتين يكفيه افتخار أنه للكعبة الغراء جندي. ملك قد حاز مجدا فوق مجدي، ورث الأمجاد عن أب وجد. ملك قد حاز مجدا فوق مجدي، ورث الأمجاد عن أب وجد. خادم البيتين يكفيه افتخار أنه للكعبة الغراء جندي. مر على تاريخ الأدب السعودي الكثير من الأدباء والشعراء، وتركت وراءها بصمة راسخة في مجال الأدب والشعر السعودي. ومن أبرز الأدباء الذين ذاع صيتهم في أقطار المملكة العربية السعودية الشاعر والأديب حسين بن جبران كريري، الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية التي ما زالت خالدة حتى يومنا هذا. الراحل حسين جبران كريري ذخر ثقافي لا يمكن ينسى. حب الوطن، حب الانتماء، حب الأدب. رجل يعتمد على ذاكرته كثير جدا في حفظ الأشعار. تألق رغم عدم وجود المؤهل الدراسي الذي يؤهله لهذا الإنتاج الضخم من الأدب، فهو صاحب دواوين عديدة، صاحب تأليف مسلسلات تلفزيونية، ورجل أثرى المكتبة العربية أيما إثراء. الشاعر حسين كريري رحمه الله يتمتع بالمرح، يتمتع بالجد وقت الجد. عاش الطفولة يتيم، التحق بالعسكرية بعد أن بلغ 18، وكان في كلية الملك عبد العزيز الحربية من أحد جنودها البواسل. رجل حب وطنه وحب أولياء أمره وحب انتمائه لمنطقة جازان ووادي خلب خصوصا، فأثراه بالقصائد، وكثيرا ما كان يكنى شاعر خلب. حسين جبران الكريري رحمه الله مهما تحدثنا عنه لن نوفي حقه. أحب أبناء المنطقة، أحب أنه يعطيهم على قدر ما يستطيع من أدبه ومن موروثه الحقيقة اللي كلنا نفخر بوجوده. أنا ممن أعطيت 7 دواوين من الشاعر حسين بن جبران الكريري، وممن حكى لي حكايته مع توأم الجود، القصيدة التي غناها محمد عبده في أزمة الخليج في التسعينات ميلادي. مهما تحدثت عن حسين جبران الكريري لن أوفي حقه. هذا باختصار وما خفي أعظم عن الشاعر حسين رحمه الله. مات والده وهو صغير السن، وتربى في كنف والدته، ووالدته من عائلة آل قحل، وآل قحل أهل أدب، فكانت شاعرة عرضات النساء، أهواد النساء ومناسبات النساء، وخصوصا عندنا في منطقة جازان لابد من أهازيج تصاحب النجر والزغروت والطبل، فكانت هي شاعرة هذه المجتمعات النسائية البحتة. وكان يرافقها وهو صغير
فهذا الأمر ساعده على حفظ الكثير جدا من أشعارها. علاوة على هذا كانت تهتم في أدبه رغم صغر سنه، وكانت ترسل كل من هو ذاهب إلى اليمن، لأن اليمن اشتهرت بالثقافة، أن أتوني بأي كتاب للقدامى فيه من الشعر الجاهلي. فكان يقول لي كنت أمتلك كتب لم يكن يمتلكها حتى العلماء حينها، هو يتكلم عن حينها، وهو ممن تتلمذ على يد الشيخ القرعاوي عبد الله القرعاوي رحمه الله، ووصل معه إلى تقريبا احنا نقول الآن الصف السادس الابتدائي، مقارنة بالعلم الذي حصل عليه على يد الشيخ عبد الله القرعاوي. وظروفه المعيشية حالت دونه ودون مواصلة تعليمه، وإلا كان الشيخ حسين القريري رحمه الله سيكون له موقع آخر لحسه الأدبي وثقافته، مما اضطره إلى فقط بلغ سن 18 اللي هي سن الحصول على حفيظة نفوس، وقطع حفيظة النفوس والتحق بكلية الملك عبد العزيز الحربية، ومن حينها بدأ الحنين للماضي، وبدأ يذكر كيف كان يرعى، وكيف كان يسامر من يسامر، وكيف كان ذكرياته في الطبيعة، وكان شديد الإعجاب بأرضه وبوادي خلب خصوصا، لأنه الوادي الذي رعى فيه، وقد قال فيه ما قال من الأدب، ولا يحضرني الحقيقة الآن الكثير مما قاله عن خلب، إلا أنه كان يتغنى فيه وكأنه يتغنى في ابنة 14 لجمال طبيعة الوادي التي عاشت في نفس حسين جبران القريري رحمه الله. هذا باختصار، وإلا الحياة مليئة بالمواقف رحمه الله وأسكنه فسيح جنته. هي بيني وبين حسين جبران القريري كثيرة جدا لأسباب عديدة. أهم هذه الأسباب إني كنت أسامر حسين جبران القريري كثير جدا، وكنا نجتمع شبه أسبوعيا في منزله، ونتبادل غالبا لا نتبادل إلا الشعر، ليس لدينا سواه، فهو فاكهة مجلستنا الأدب. وكان إذا ضاقت بنا ذاكرتنا وقريحتنا أحضر من دواوينه ومن دواوين أصدقائه السابقين. وفي ليلة من الليالي تسامرنا إلى قرابة نصف الليل، واستودعته الله. وأيامها كانت شرائح الجوالات سهلة التبديل، فاستبدلت شريحة لا يعرف رقمها، وكنت قاصد. كتبت 4 أبيات وأرسلتها له تقريبا الساعة 10 صباحا، فقرأ الأبيات وإذا بها من رقم لا يعرفه. أنا سأقول المساجلة، ومن المساجلة ستعرفون ماذا دار بيني وبينه. قلت فيها: ذكرت الحبيب وتلك الليالي، ففاضت دموعي وذاب فؤادي، فعازيت نفسي وأرثيت حالي، وأحييت ماض يصون ودادي. فذاك الحبيب فريد الخصال، به من صفات الحضر والبوادي، ربيع جنوبي خريف شمالي، نسيم يداوي طريح المهادي. رد علي الله يرحمه رد جميل جدا، ولكن فيه شيء من الاستغراب لأنه لم يعرف من الذي مرسل. فقال: أياما نظمت عقود اللآلي بوصف حبيب كريم البوادي، طروب لعوب كما الغصن مالي، بأيك ظليل على حرف وادي. فمن أنت قل لي برب الجلال، فقد هضت شعري وما كنت شادي. فأنا انتهزت الفرصة إنه ما عرفني، وتأكدت الآن إنه ما عرفني. قلت خليني أداعب وأبغى آخذ منه أكبر قدر ممكن من أدبي حقيقة. فقلت له: أنا من تجليت تلك الليالي، وأرهق فعلي أصيل الجياد، أتنسى مؤانس سود الليالي، وأنت الذي سكن في فؤادي. هنا بدأت أموه عليه
لعلي أخرج من خفاياه ما يطيب لي. فقال رحمه الله: عرفنا العديد بساح النزال، فمن أنت منهم أيا ذا العماد؟ أجبني جوابا يريح بالي، بلاش غموضا وخل العناد. هنا يتضح لنا دمج الشعبي مع الفصيح، وهذه من صفات الشاعر حسين الكريري، إنه ينتهز أي فرصة لإدراج الكلمة الشعبية المناسبة التي لا تؤثر على القافية أو الوزن. حينها قلت له: حينها قلت له: أنا من أهل بحلو المقال، لأنه هو قال بحلو المقال في بداية رده. فقلت له: أنا من أهل بحلو المقال، أتجهل مكي الشريف المحادي بمعنى الساكن أو الجالس، وأنا كنت سهران معك، فهذا قصدي. حينها رد علي رد، وأوقفت أنا بعدها المساجلة، لأن عرفت أنه سيقول ما لا يعجبني، لأني استثرت وهيضت شجونه. فقال: أيا شبه قط بسود الليالي، مآقيه شعل كجمر القتاد. فقلت له: أذن للظهر يا حسين، مع السلامة. طبعا رسائل نصية، ما كان فيه مساجلات ريكورد كما هو الآن أو تسجيل كما هو الآن. وهذه المساجلة التي لا يمكن أن تنسى بيني وبين حسين الكريري، والمساجلات كثيرة وموجودة على قنواتنا في اليوتيوب لمن أراد أن يستلهم منها ما يطيب له. الكريري عرفته قبل أن أعرفه، فأنا لم ألتقي به إلا عام 2005 ميلادي تقريبا، بينما عرفته عن طريق مسلسل السراج الذي تم إخراجه في تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى تقريبا عام 1403، يعني قبل 40 سنة، قبل لقائي بحوالي 10 سنين. فعرفته من خلال عمله قبل أن أعرفه من خلال شخصي. ربطتني به علاقة جميلة جدا جدا جدا، خصوصا أننا كلنا في الرياض ومن أبناء المنطقة، فالانتماء واحد والوطن واحد، ولكن يبقى مسقط الرأس له دور كبير في نفوس أهله. الراحل حسين جبران الكريري تربطني فيه علاقة جميلة جدا جدا جدا، وعرفته قبل أن أعرفه. فأنا عرفته من خلال أعماله قبل أن أعرفه من خلال شخصي. قد عرفته من خلال مسلسل السراج الذي تم إخراجه في تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى عام 1403 أو 4 تقريبا، وبعدها بحوالي 10 سنوات التقيت بالراحل حسين جبران الكريري في إحدى حفلات التكريم التي أقيمت مخصوص له، أقامتها رابطة منتدى جازان العام في الرياض. أنا كنت شاعر الرابطة، وكنت مكلف بالترحيب بالشاعر حسين جبران الكريري. فبدأت حينها، والنت أيامها لم يكن متوفر في كل منزل مثل الآن، فبدأت أقضي أغلب أوقاتي عبر النت في مواقع النت أبحث عن أعمال هذا الرجل لأوفي أقل ما فيها جزء من حقه أثناء الترحيب فيه. وتفاجأت برجل حقيقة بعيد كل البعد عما كنت أراه أثناء جلوسي في مسلسل السراج، يتمتع بأخلاق عالية جدا يعجز اللسان عن وصفها. وقد قمت بالترحيب به بأبيات متواضعة لعلها نالت إحسانه يومها، وتغمده الله بواسع رحمته. كان جميلا جدا حين أعطاني فرصة إلقاء الترحيب فيه. فطلب منا في البداية أن كل واحد يعرف بنفسه، وبدأ بنفسه ليعطينا فرصة أو درس كيف نتكلم عن أنفسنا في اللقاءات. أنا ما كنت خبير كما أنا الآن، ولكن كان لدي الجرأة أني أتحدث أمام المجتمع بدون تردد. فعندما وصل إلي الميكروفون
للتعريف بنفسي، عرفت بنفسي وأنا جالس لأن الجميع جالسين، ووقفت لألقي أبيات الترحيب. ولعل الوقت يناسب أني أذكر الأبيات الآن. فقلت: ما وقفت لكي أباهي، لست ذاك المتعدي، لست إلا شاعرا لي قدراتي وحدي. يا رياح الشعر هبي، أظهري هزلي وجدي، في معيتنا الكريري رجل قهر التحدي. فإذا الأحرف تسعى علها تبلغك ودي، وبحور الشعر هاجت كل جزر صار مدي. فوقف حسين الكريري رحمه الله عند هذا البيت. الذكريات دائما لها في النفس. وقف حسين الكريري وقتها وقال: أوجز فإني لا أحتمل، لو لم تقل في إلا هذا البيت لكفى. فأكملت قائلا: وبحور الشعر هاجت كل جزر صار مدي، من سيحصي من يعدي، كم شدا شاد وغنى، وارث الأمجاد عن أب وجدي، لن أطيل فلست إلا شاعرا أعرف حدي. فوقف ثانية وخطى خطوة إلي ووقف وقال: قل لمكي أنت عندي مثل وشم فوق زندي، أنت من أصلي وفصلي، أنت شبل نسل أسدي، والبقية فيما بعد يا مكي. فقبلت رأسه حينها واعتذرت منه لعدم إيفائه حقي حقيقة. ورحمه الله كان قامة عظيمة في الأدب، ولا يتردد أبدا في استجابة داعيا من دعاه، ولا يعتذر رحمه الله وأسكنه فسيح الجنة. ومهما تكلمت عن الكريري لن أوفي حق. هذا بإيجاز عن الكريري رحمه الله. كان نقاء السريرة من أبرز صفات الراحل، كما عرف بأنه رجل عصامي وقنوع وذو مبادئ راسخة. ما زال طيف الراحل باقيا في قلوب محبيه الذين عرفوا عنه المروءة والكرم والإيثار، مع كل من حوله من أصدقاء وشعراء.